مميزات وعيوب الأوبو A58. راح نتعرفوا على عيوب ومميزات هذا الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي وقناتكم قناة إلياس الجزائري. هذا الهاتف أوبو A58 جاني هدية بمناسبة عيد ميلادي 25، فيلا كلكم على الكومنت تقولوا لي عيد ميلاد سعيد. اليوم هذا الهاتف اللي راكم تشوفوا فيه بهذا التصميم الرائع وبهذا اللون راح نديروا له مراجعة ونكتشفوا مع بعض مميزاته وعيوبه والأشياء الموجودة فيه. يلا مع بعض. هاتف الأوبو A58 من الهواتف الجيدة جدا. ليش؟ لأنه بالمساحة عنده مساحة فيكم تصوروا فيديوهات كتير، وفي نفس الوقت تنزلوا ابليكيشن كتير على التليفون، وأيضا بيشحن في خلال نص ساعة 100%، وعنده جودة تصوير في النهار وخارج البيت، يعني جودة كتير حلوة ورائعة. أما بالبيت وفي المساء الجودة رديئة وما عجبتني كتير. صور السيلفي أو فيديوهات السيلفي رائعة جدا بجودة رائعة جدا، خاصة مع استعمال الرينج لايت. البطارية بتشد معكم 24 ساعة، بيشحن بسرعة، ووزنه هيك منه ثقيل ومنه خفيف، ومساحة التخزين كتير حلوة، لأنه أنا دوما كان عندي مشكل كتير كبير في مساحة التخزين في الهواتف اللي كنت أشتريها بصراحة، لأنه كنت ما بعرف أشتري هواتف. بس هيدا الهاتف بنصحكم فيه لأنه كتير حلو وسعره كتير مناسب. بيعمل 200 أورو على ما أظن، 200 دولار هيك. أنا على كل جاني هدية في عيد ميلادي، وهيدا هو الهاتف مثل ما عم تشوفون، بيشحن بسرعة والجودة كتير حلوة. أنا عجبني كتير. الناس اللي بدها تشتري أنا بنصحكم فيه لأنه كتير حلو. أنا ما حكيت بطريقة علمية ولا إلكترونية، أنا حكيت حسب تجربتي وبس وهيك. هلا بعد ما شفنا هاتف الأوبو وشفنا شو عيوبه وشو مميزاته، مع أني مهما تكون في هواتف أوبو عيوب، إلا أنه ماركة أوبو نعتبرها من أفضل الماركات في العالم كله خاصة من ناحية التصوير. يعني الآن في يدي أوبو A58 وأنا نصور بأوبو A12 هنا قدامي. في نهاية الفيديو نشكركم بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة، ونقول لكم شكرا لكم. نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد إن شاء الله. ما تنساوش إنكم تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد، ودعمونا بزر لايك وتعليق في الأخير، وإلى اللقاء.